كده تمام. ايه الاخبار؟ تاني. السلام عليكم. تخيلوا ان الفيديو ده متأجل بقاله 10 سنين. في 2015 كان اول ما فكرت اعمل كونتنت على اليوتيوب، وكنت عايز اعمل كونتنت فلوجينج زي اللي انا بعمله دلوقتي. ساعتها ما كانش في ناس كتير. كنت بتابع كيسي نايستات وبيتر ماكينون او اللي هي الناس يعني اللي كده، ما كانش لسه في يوتيوبرز عرب بدأوا في الموضوع ده. يمكن ثنيان خالد من السعودية لو تفتكروا. بعد كده جه حازم الصديق، كريم السيد، وناس كتيرة جدا الكونتنت بتاعهم رائع. تخيل لما يكون عندك حلم وكل شوية تقعد تقول هبتدي بكرة، هبتدي، وبكرة يجيب بكرة، وبعده يجيب بعده، السنة تجيب السنة، ويعدي 10 سنين وانت لسه ما خدتش اي خطوة. ده بالظبط انا. عشان كده قررت النهاردة ابتدي بأي شكل ممكن، تحت أي ظروف. هبتدي. ضمن التوتر نسيت أعرفكم بنفسي. أنا إسلام، طالب بدرس ماجستير في ألمانيا، و أعتقد إن في حياتي قصص ممكن تتحكي. مشكلتي الحقيقية كانت تتلخص في حاجة واحدة: السعي للكمال. لازم أتأكد إنه التصوير هوليوودي، والإضاءة سينمائية، والصوت إذاعي، ولو شعري فيه حاجة غلط ما أكنسل كل حاجة. ولكن في الواقع الكمال مش هو الوصف الدقيق. الحقيقة إن الكمال ده هو عبارة عن خوف بس لابس بدلة شيك. خوف من حكم الناس، خوف من الفشل، خوف من محدش يهتم. لكن الخوف ده هو اللي بيعطل الإنجاز وبيشل الحركة. بس الجمال الحقيقي يكمن في البدايات الناقصة، عشان لما نرجع بعد سنة واضحك على الكواليتي بتاعت الفيديو ده واشوف التطور اللي حصل. هو ده الهدف. الهدف هو التوثيق مش الإبهار. السبب التاني اللي خلاني أجلت فكرة إني أبدأ، إنه حسيت إن في تشبع من الكونتنت في العالم دلوقتي. يعني في كونتنت كتير كتير جدا، وبعدين تيجي تدخل على أي سوشيال ميديا تحس إنك أنت بني آدم زبالة. تحس إنك أنت ما بتعملش أي حاجة في حياتك. مش عارف، تحس إن كل حاجة بتضغط عليك. أنت بتدخل على السوشيال ميديا عشان مثلا ترفيه أو حاجة، لا تلاقي الناس بتعمل حاجات وبتقول لك أنت مالكش لازمة، أنت يعني أنت مش موجود أصلا. بقى في جوروز كتير اللي هم الناس اللي بتاع البيزنس، واللي يقول لك انت لازم تبتدي شركه يا اما انت مالكش لازمه، والتاني اللي يقول لك انت لازم تبقى تروح الجيم كل يوم يا اما انت بني ادم ناقص. فحسيت انه لازم يكون في محتوى طبيعي، لازم يكون في شخص عادي. هو مفيش على السوشيال ميديا ناس عاديه خالص، كل واحد بينشر هايلايتس وانجازات وبيعمل حاجات جامده، وانا بني ادم عادي. فليه الناس ممكن تتفرج على واحد عادي؟ ولكن قلت يمكن تكون هي دي الميزه. يعني ميزتي ان انا عادي. تعالوا معايا، عايز اوريكم حاجة لذيذة. ممكن يكون هنا. الله، دي كانت تقريبا تجارب. يلا صور. بس يا مان، عملت حتى استوديو. يعني ده كان عندي في البيت،
هنلف كل معرض. كل المعرض وبعدين نشتري شوية حاجات، صح؟ اوكي. لعب بقى وكده. الكلام ده أيوة. كان من 10 سنين، يلا. لكن للأسف عمره ما شاف النور. السلام عليكم، أنا إسلام وده أول فلوج. الفلوج يبقى ممتع ويبقى فيه حاجة جديدة، لازم الواحد يعمل حاجة جديدة. من الحاجات اللي كنت بفكر فيها كتير بصراحة خلال 10 سنين دي برضو، حلم صناعة المحتوى ده كان بيراودني من زمان جدا، وبدل ما اتخلص منه بدل ما يروح، لا ده فضل مكمل معايا. اتفرجت على مئات الفيديوهات، شفت كل حاجة، اشتريت بعض المعدات، ومع ذلك كنت خايف ان انا اخد خطوة. بالرغم من ان انا في حياتي الحمد لله الحمد لله عملت حاجات كتير كويسة، او يعني حققت انجازات معقولة الى حد ما من وجهة نظري، لانه فضل فكرة صناعة المحتوى دي دايما على بالي، دايما مقرقاني تقدر تقول. حابب ان انا ابتدي التزم، بطل افكر وابتدي اعمل واكتشف من خلال التجربة اني انا انجز اهم بكتير من شكل الحاجة هيطلع عامل ازاي. حاسس انه مع الوقت ان شاء الله البروجرس بتاع انه الحاجة تتطور شكلا وكده ده هيجي كده كده، لكن الفكرة ان الواحد يلتزم وينزل كل يوم بغض النظر عن اي معوقات ممكنة. ربنا هيسهل ان شاء الله، انا متأكد. طيب والله فكرة، انا هلبس النضارة بحيث احسسك ان انا يعني شخص فاهم وبتاع، وانت مش فاهم اي حاجة وبتسمعني انا. اوكي نوت باد، انا مش شايف نفسي اصلا. طيب تجربة كمان حابب اعملها، ان انا عشان اشيل عن نفسي السوشيال بريشر ده، القناة دي هتبقى قناة سرية، مش هقول لحد عليها، هتبقى بس بيني وبين الناس اللي هيشوفوها، مش هنشرها في اي مكان. فلو انت بتشوف الفيديو ده فده معناه ان الفيديو وصل لك طبيعي، بدون اي محاولة مني لنشره. والصراحة انا شايف ان دي ممكن تبقى فكرة كويسة، لان هدفي مش اعمل متابعين وفيوز، انا هدفي انه اعمل اصحاب ونعمل كوميونيتي كده او مجتمع صغير، ونشوف اذا ده هينفع ولا لا. والله حلو شاي العروسة ده. بس فحبيت ان انا اشارك معاكم الرحلة دي بشكل طبيعي خالص، رحلة شخص عادي زيه زيك، بحلوها ومرها، بنجاحاتها وفشلها، بكل الاشكال، بدون اي فلاتر، بدون اي تزويق. 30 يوم هبتدي اوثق حياتي كل يوم بدون انقطاع، عشان اثبت لنفسي ان انا اقدر اعمل كده، واثبت لاي حد برضو خايف ان هو يبتدي انه لا، ان شاء الله انت تقدر برضو. اذا كنت انا هقدر فانت 100% تقدر. لو وصلت للجزء ده من الفيديو فانا احب اشكرك شكرا جزيلا، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تقدر تتابع ونشوف الرحلة دي هتاخدنا على فين. ده كل اللي كنت حابة اقوله في الفيديو الاول. دلوقتي ورايا شغل فهستأذنك، ولكن هشوفك بكرة ان شاء الله. سلام. كلمتين كده حبيت اقولهم بيني وبينك في الاخر. لو بتشوف الفيديو ده وعندك اي مشروع مأجله، حاول تبتدي فيه بجد، ما تستناش، ما تعملش غلطتي وتستنى 10 سنين زيي. ابتدي من دلوقتي بأي إمكانيات معاك، واعتبر يا أخي الفيديو ده إشارة ليك. توفيق.